هو إحنا المفروض نحب ربنا والّا نخاف منه؟ على حسب أنت أي فئة من الناس. في شخصيات لمّا بتتعامل معاها بلطف وبلين ومحاولات ترغيب تلاقيه برضه بيتكاسل عن أداء المطلوب منه، في حين إنك أنت لو استخدمت معاه الشدة والتخويف حاله يتصلح. وفي المقابل ناس بترتاح وبتهدى للترغيب، حماسه بيزيد لمّا بيسمع عن الجنة ومواطن الرحمات، وبينفر من الترهيب والتخويف ما بيبقاش قادر يعمل أي حاجة. كمان على حسب أنت حالك إيه دلوقتي، أحيانًا هيمر عليك حالات فتور بتعمل فيها الفرض وأنت حاسس بتقل شديد، همتك فيها بتقل وبالتالي عملك بيقل، وبتبقى برضه طمعان في الجنة بس من غير أي مجهود مبذول. أو مثلًا في حاجة حرام أو معصية أنت بتعملها ومستحكمة فيك ومش قادر تتخلى عنها، أو حواليك رفقاء سوء، وقتها بتحتاج الترهيب والتخويف علشان يحرك قلبك، علشان تفوق وما تتكاسلش، أو تسيب الفتور اللي أنت فيه يمتد وتخاف من عذاب ربنا. كمان على حسب الزمن اللي احنا فيه دلوقتي بقى فيه تجرؤ على الحرام، بقى فيه مجاهرة بالمعصية. إحساس الاشمئزاز اللي الإنسان كان بيحس بيه زمان لما بيلاقي حد بيعمل حاجة تغضب ربنا ما بقاش موجود من كتر ما عينينا اتعودت عليه وشافته. في الحالة دي كفة الترهيب والتخويف هي اللي بتفوز. الصحابة كان منهجهم وسط ما بين الخوف والرجاء. عمر بن الخطاب كان بيقول: لو نودي ليدخل النار كل الناس إلا رجلا واحدا لرجوت أن أكون أنا ذلك الرجل، ولو نودي ليدخل الجنة كل الناس إلا رجلا واحدا لخشيت أن أكون أنا ذلك الرجل. ففي النهاية كل إنسان طبيب نفسه وأدرى بيها إيه اللي بيحركها لقدام وإيه اللي بيأخرها. الكلام اللي قلناه النهاردة من كتاب اسمه ليلى بين الجنة والنار. وبس كده، أعاننا الله وإياكم.